صلاح وسون لاعب مصري كان في سنين كتير جدا كان يستحق انه ياخد افضل لاعب في العالم، ولاعب ايضا لاعب كبير. لاعب سون توتنهام الكوري ايضا لاعب كبير وكان من افضل لاعبي العالم. ولكن الفرق يا عزيزي ان لاعب عرف يستغل صوته ولاعب تاني اخرس بيخاف يتكلم، ولاعب قد تكون ممكن تقدر تقول عليه ان هو لاعب مغيب، لان اللاعب اللي صوته حر هو سون، واللاعب المغيب هو صلاح ابن مصر. سون عمل فيديو 3 دقايق بيدعم فيها اخواتنا في فلسطين ان هم يتبرعوا لحملة لبناء لدولة فلسطين وحملة ضد الجوع، اللي المفروض انت يا محمد يا صلاح في المقابل يعني انت اللي تعمل ده، لان انت مصري ومسلم وعربي، فصوتك اكيد هيبقى مؤثر اكتر من سن. لكن مش هنا المناسبة او مش هنا الحقيقة. هي الحقيقة انك دايما تكون صاحب كلمة حق، صوتك مسموع، ولا جبان او مغيب او دايما مش صاحب مبدأ. صاحب المبدأ سون هو اللي كسب حب وقلوب كل العالم العربي والافريقي والاوروبيين حتى اللي عندهم انسانية. من مقابل محمد صلاح نزل من نظرنا، كرهناه. عمري محمد صلاح ما حبيت ولا طبلت له زي 90% من عشاق كرة القدم اللي كانوا بيطبلوا لصلاح. محمد صلاح لما كان بيجي منتخب مصر وما بيلعبش كويس، لما كنت باجي اتكلم مع ناس صحابي اقول لهم محمد صلاح ده لاعب عالي جدا، ليه ما بيلعبش؟ يقولوا لك حجج ان الملاعب في افريقيا سيئة مش زي في اوروبا. تمام، بيلعب مع لعيبة في اوروبا كواليتي بتاعها عالي مش زي اللاعب اللي بيلعب معاه في مصر. ده كله تطبيل، لان اللاعب الجامد جامد في اي حته وفي اي مكان، على الاقل يكون احسن الوحشين. لما محمد صلاح كان بيجي مع منتخب مصر بطه بلدي، ما كانش بيعمل اي حاجه. حتى الراجل خد السكسين من تريزيجيه في صعود كاس العالم وقال لك هو اللي جاب ضربه الجزاء، انما تريزيجيه هو اللي جاب ضربه الجزاء. يوم ما تريزيجيه ما كناش هنصعد. يوم ما محمد النني اللي عمل الاسيست في الجون الاول امام الكونغو واللي صلاح جابه جون ما كناش هنصعد. فانت كبني ادم صاحب رساله لازم تكون عندك كلمه وعندك مبدا، يكون عندك كلمه حق، لان الناس كانت شايفه بيك القدوه والمثال ورمز للاجتهاد. لكن انت يا محمد يا صلاح اثبتت عكس ده، لانك مغيب لانك لاعب مصري مسلم وتظهر بصورة في معبد، شيء مخيب للامال الحقيقة، وشيء للأسف محزن جدا جدا جدا. لانك يا صلاح ما عملتش اللي اي حد بيعمله. يعني ما عملتش ان انت طلعت كتبت ستوري او عملت فيديو. انا افتكر اخر فيديو عملت ليك كان من الضغط من الناس اللي كانت بتطالب انك تعمل ده، وانت دايما هتقول لي ما تدخلش الكوره في السياسه. حبيبي دي مش سياسه، دي انسانيه. انت كلاعب كره قدم لو شفت ماشي في الشارع ولقيت طفل مش لاقي ياكل وانت بجيبك قادر تديله، هتديله ياكل. هتقول لي انا لاعب كره قدم ماليش دعوه بالانسانيه؟ لا يا حبيب قلبي، انت لاعب كره قدم، خدت شهره في المجتمع، خدت مكانه ايضا في المجتمع، اتعرفت بين الناس. في ناس كان من البعض كان بيحتذوا بيك كقدوه يا صلاح، ولكن للاسف انت ما تستحقش ده. وانا عايز كل الناس اللي كانت بتقول
محمد صلاح قدوة، ومحمد صلاح أسطورة، ونتمنى إن احنا نكون زيه، ونتمنى إن يكون ولادنا يطلعوا زي محمد صلاح. أنت محتاج تراجع نفسك كتير يا عزيزي الأب، لأنك تراجع نفسك كتير، لأن ابنك أعتقد إن أنت الأصول اللي عندك عمرك ما تحب تشوف ابنك يكون مغيب أو مضحوك عليه أو حتى أخرس. تكون دايما تحب ابنك يكون صاحب صوت حق وكلمة حق، حتى لو هيخسر مقابلة فلوس أو شهرة أو حتى مكانه في المجتمع. لكن البني آدم ما بيعيش غير مرة واحدة، فتعيشها سوي وتكون صاحب شخصية والناس تحترمك، أو إنك تكون زي محمد صلاح محدش بيحترمه محدش بيحبه، كل الناس عارفة إن هو بيفكر في نفسه بس. قوة إلا بالله لا تعدي يعني. فخايف من إيه؟ هتخسر إيه تاني أكتر من اللي أنت كسبته يعني؟ يمكن ربنا يا جدع خلاك توصل للمكانة دي علشان خاطر تكون مؤثر بكلمة. ليه ما تكونش زي الدكتور مجدي يعقوب؟ ليه زي ما تكونش زي تكون لاعب كرة قدم زي محمود الخطيب، لاعب محترف حسن خلق؟ وما تكونش ليه زي حسن شحاتة ربنا يشوع فيه. بالمناسبة حسن شحاتة كان لاعب من اللعيبة العالية جدا يعني، وحسن شحاتة طول عمره معروف بأخلاقه الجميلة. شوف يا صلاح بقى، انت المفروض ايه اللي المفروض يتم معاك؟ انت المفروض انك تكون صاحب مبدأ، تكون صاحب كلمة حق. شكرا يا صلاح لانك خذلتنا واثبتت كل العالم العربي والمصريين اولهم اللي كانوا بيطبلوا لك ويقولوا لك ده انت لاعب جامد انك طلعت بطة بلدي. شكرا يا صلاح انك اثبتت الناس ان الخذلان بيجي مع الوقت، والشخصية الحقيقية بتبان كتير جدا مع الوقت. وشكرا سن لانك دعمت القضية الفلسطينية، ودعمت حملة تبرع لإخواتنا اللي ربنا هينصرهم إن شاء الله على من يعاديهم، وإن شاء الله نصر الله قريب يعني. تكون لاعب الناس حطاك في مكانة كبيرة قوي، صدقني لازم تشتغل وتتعب أكتر لتحافظ على المكانة دي، وتكون عند حسن الناس وحسن ثقة الناس بيك يا صلاح.